ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا. رجعت لكم بفيديو جديد من فيديوهات التنسيقات اللي بتحيرنا وبتزهقنا كلنا. كان عندي مناسبة خطوبة لكنها بسيطة جدا ومش محتاجة اني البس فستان سواريه ولا حتى اني انسق لها طقم بديل للفستان السواريه. هي كانت عايزة طقم يكون عادي جدا بس يكون فيه لمسات المناسبات، وده بقى اللي انا عملته في الطقم بتاع المناسبة دي. طلعت الكارديجان ده وفكرت اني هغير له طريقة لبسه العادية التقليدية في كل خروجة تماما، وانتم بنفسكم هتشوفوا معايا ان الطقم الواحد هنقدر ان احنا نطلع منه اكتر من طقم مختلف ونغير في شكله ازاي بنفسنا، وكل ده باضافة حاجات بسيطة كلها موجودة عندنا في دولابنا. طيب انا ازاي عملت كده؟ باني انا جهزت الكارديجان ده تيشيرت ابيض تحتيه زي ما انتوا حابين بقى. تيشيرت بتحبوا تلبسوا التيشيرتات القط، النص كم، الكم زي ما انتوا عايزين. لما حطيته بقى تحت الكارديجان شايفين شكله عمل ازاي؟ طبعا كل واحد يقدر يلبس اي لون تحت الكارديجان، اسود، يعني لون من الوان الفاتحه اللي في الكارديجان، بس انا اخترت اللون الابيض بالاخص عشان هو اللي هينور يعني المناسبه بتاعتي ويخلي الطقم فعلا مناسباتي قوي. جهزت له بقى ايه؟ جهزت له البنطلون الابيض ده، بس البنطلون ده كان مدي على القماشه الكتان شويه، فكنت مستبعداه بنسبه 70% كده، بسبب ان انا حاساه طقم كاجوال اكتر، طقم خروجات فسح بالليل كده، لكن مش هيليق كطقم مناسبات خالص. فعشان كده كان عندي بديل تاني ان انا اشوف البنطلون الابيض البليسيه ده. البنطلون ده زي قماشات الجيبه البليسيه. ده كان بنطلون اصلا قرايه فتحتي، فهو يعني اوريدي اصلا هو موجود عندي، فعشان كده كنت حطاه في الخانه، يعني اللي هو البديل. بس انا في الاخر هستقر عليه لان هو يعني هو اللي هيودي فعلا الطقم بتاعي في حته تانية خالص. وانتوا هتشوفوا معايا كده من خلال الفيديو ان الحاجات فعلا من حاجة لحاجة بتفرق ازاي. طرحة، انا كنت حابة ان انا البس طرحة بيضة، بس بصراحة حسيت ان الطقم كده لا مش هيكون ظاهر، فقررت ان انا هلبس له الطرحة. الدرجة دي من درجات الكارديجان برضو، يعني الدرجة دي موجودة في الوان الكارديجان او البلورو زي ما كل واحد بقى يحب يقول عليه. المهم ان انا كنت مرتاحة وراضية جدا عن الطقم بتاعي، وحاسة ان خلاص كده احنا الاتنين جاهزين لاستقبال المناسبة. طبعا اي طقم بيفرق وبيزيد ظهوره كده باللمسات الصغننه قوي دي، زي الاكسسوارات دي عنصر مهم جدا جدا في ان انت تحولي الطقم بتاعك من حاجه لحاجه لحاجه. انا بصراحه ما كنتش حابه ان انا البس اكسسوارات اللي هي عاديه بقى، اللي هي سيلفر وجولد والالوان المحيده دي. كنت حابه ان انا البس حاجات مترقعه زي البلورو كده، وان انا اظهر الوان كتير قوي فيه، لان زي ما قلت لكم المناسبه ما كانتش مثلا في قاعه او في بتاع، لا كانت بسيطه جدا. فانا قررت ان انا بقى هلبس الوان كده مترقعه من الوان الكارديجان. فكان عندي خيار الالوان الثلاث سلاسل دول، اللي هي الفراشه دي كريستال، واللي هي لونها احمر دي، واللي لونها اصفر. وعايزه اقول لكم ان دي كلها هاند ميد، شغل هاند ميد وانا اللي بعمله. وكنت سايبه لكم تفاصيل صغننه كده في فيديو سابق، بس انا ان شاء الله هعمل لكم فيديو مخصص للموضوع دوت. المهم ان انا هسيب لكم لينك الفيسبوك بتاع البيج بتاعت الشغل بتاعي، هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف او في الديسكريبشن او في اول كومنت مثبت. والاسعار كلها هتعجبكم جدا جدا، ومفيش اي حاجه غاليه. المهم ان انا جهزت برضو الخواتم الالوان الترند دي كده والمترقعه دي، وكان في ختمين اللي هم السيلفر والجولد دول. كنت محتاره انا يا جماعه مش هلبس ده كله، بس انا بقول لكم يعني الحاجات اللي كانت في بالي ان انا يعني عايزه اقرر البس منها ايه. حتى كنت بقول لكم انا محتاره ما بين البس الجولد ولا السيلفر، بس انتوا هتشوفوا معايا برضو انا هلبس ايه من كل ده. المهم ما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في الشغل دوت وفي الحاجه دي. والحاجه كلها خامات كويسه، الفراشه كريستال، والخامات التانية كلها حاجات كلها بتغيرش لون ومش بتقشر. تعالوا بقى نشوف هكمل الطقم بايه. الطقم ما بيكملش غير بالشوز او الهيلز والشنطه بتاعته.
كنت بوريكم بقى انا كنت عامله كده ايه فرنش كده بسيط في ضوافري، بس هو اصلا جه قبل ما اتحرك في اي حته كان نصه قشر. فالمهم انا جهزت الشنطه دي اللي ما بستغناش عنها في اي مناسبه. الشنطه دي المفروض اصلا ان هي يعني جايبه عشان اشيلها في حاجتي ومش برحمها حرفيا. البرفيوم دي الفيفوريت بتاعتي، انا بعشق البرفيوم دي بجد يا بنات. اللي بيحب البرفانات الهاديه وفي نفس الوقت ريحتها بتكون جذابه كده، مش جذابه اللي هي ملفته للناس، لا ريحتها مميزه، يجيب البرفيوم دي. طبعا بقى ايه، رحت عشان اجهز الهيلز. انا كان عندي اقتراح لهيلزين، الهيلز اللي هي لونها مدي على منت جرين او اخضر شويه، والهيلز اللي هي الشفافه العاديه المعروفه دي. الهيلز بتاعت المنت جرين دي شكلها مرهق شويه، بس لاني كنت لسه ما مسحتهاش لان ما كانش عندي اقتناع تام ان انا البسها، خصوصا لسبب معين ان انا عندي ايه الحمد لله يعني اصابه كده صغيره في صباع رجلي الكبير، فما بقتش اقدر البس ولا كوتشيهات ولا شوزات ولا اي حاجه خالص. فكنت مضطره ان انا يعني الجا للحل اللي مش هيتعب رجلي. فعشان كده ما يعني انا الاتنين هيلز ما كنتش لسه ملمعاهم، بس هتشوفوا انا لبست ايه. وبكده كنا خلاص خلصنا الحاجات الاساسيه كلها، ورحنا بقى لاخر المراحل هي الميك اب. طبعا رطبت بشرتي الاول، بعد كده حطيت البرايمر. مش محتاجه اقول لكم التفاصيل ايه بالظبط لاني قلتها معاكم في فيديوز كتيره، ممكن تبقوا ترجعوا للفيديوهات دي وتشوفوا. بعد كده طبعا حطيت الاتنين كونسيلر بتوعي اللي انا ما بستغناش عنهم، الكونسيلر اللي هو بيبقى نفس لون بشرتي، والكونسيلر اللي انا بعمل بيه اضاءه لبشرتي. وبعد كده الكونتور، وبحب استخدم الكونتور الكريمي مش البودر. وطبعا بعد كده بقى رحت عملت بشرتي كلها باللوز باودر، ما بحبش استخدم الكومباكت باودر قوي غير في مناسبات يعني كبيرة جدا يعني. بعد كده عملت حواجبي يا دوبك بس حددتها كده بالقلم، لاني انا ولا بعملها ببودر ولا بكريمي ولا باي حاجه خالص، ما بحبش اعمل حواجبي اصلا، انا مجرد ان انا بس بحددها. بعد كده قلت هحط لون اي شادو كده، يعني لون هادي قوي بسيط ما يبانش اصلا، بس يدي كده درجه حلوه لعيني. بعد كده بقى ماسكارا وايلاينر. الماسكارا دي يعني عشقي في اي لوك ميك اب، يعني ممكن ما احطش ميك اب خالص واحط ماسكارا. والكحل برضو بحبه جدا. وبحب الاسود عن الابيض والبيج، يعني مش عارفه بس بحبه جدا. طبعا الفرشه بقى اللي هعمل بيها الكلام ده كله، بصوا بقى الوان الالوان دي كلها كنت محتاره جدا هعمل ايه، بس انا في الاخر مركزت كل ده مع بعضه. انا بحب امكس الوان الروج مع بعض عشان يديني لون مختلف كده. طبعا اخر حاجه بقى كنت هدي اللمعه لبشرتي لخدودي ومناخيري بالهايلايتر بتاع ماي سينما، ده لا غنى عنه يعني. وبس كده، هي دي كانت خطوات الميك اب البسيطه زي ما انتوا شايفينها كده على بشرتي. يعني عارفين اللي هو حاطه ميك اب ومش حاطه ميك اب، هو اللي يبقى ظاهر اكتر الايلاينر ممكن والماسكارا، ودي درجه الروج بقى اللي انا وصلت لها في الاخر. يعني شايفين بقى الطقم، شايفين الطقم، يعني الكارديجان ده احنا ممكن نكون بنلبسه وبنخرج بيه في اي خروجه كده عاديه سهله، ممكن نبقى نازلين نشتري حاجات من الشارع وبنلبس الكارديجان كده، ما بنبقاش ظاهرين حلاوته او شكله في حاجه حلوه زي كده. شايفين لما لبست بنطلون شكله مختلف عن اي بنطلون جينز مثلا او بنطلون اسود، لما الطقم كله كان ابيض في ابيض، شايفين برضو لونه ظهر ونور ازاي. اي قطعة عندكم تقدروا ان انتوا تحولوها لمناسبة لكاجوال زي ما انتوا حابين، بس انتوا نسقوا لها الحاجة صح، طلعوا كذا حاجة من عندكم تليق عليها واقعدوا قيسوا وجربوا. انا قبل ما اصور الفيديو ده انا قعدت اقيس واجرب لحد ما وصلت للنتيجة اللي انا قدامي دي. انا في الاخر لبست الهيلز اللي هي لونها منت جرين. طبعا نضفتها ولمعتها جدا زي ما انتوا شايفين، هي بس مشكلتها ان هي بتلم تراب قوي لان هي قماشتها عامله زي القطيفه شويه، فبتلم تراب بسرعه وبتعلم من مطرح الصوابع وكده، فبتحتاج ان هي كل شويه تتلمع وتتنضف وتتساب ان هي تنشف والحوارات دي. بس انا بصراحه كنت مبسوطه جدا بالطقم. ولو وصلتوا معايا لحد هنا يبقى انتوا كده شفتوا معايا كل حاجة من اولها لاخرها. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك بالبصمة بتاعتكم وتشاركوني رأيكم في الكومنتات. وما تنسوش لو في حد لسه جديد بيتفرج عليا هتبسط قوي قوي بانضمامه للعيلة بانكم تعملوا اشتراك اللي تحت الفيديو، واهم حاجة تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني وتكونوا معايا في كل فكرة فيديو جديدة جاية ان شاء الله.
توضيح بسيط عشان ما تتلخبطوش، هتلاقوا شكل الطرحة هنا مختلف لان المقطع ده المفروض يكون ورا اللي قبليه، لان هنا كنت انا لسه ما جهزتش بالكامل ولسه رايحة في الطريق، فحبيت لما اوصل المكان المناسبة ابدأ اني اظبط شكل الطرحة زي ما انا عايزة عشان ما اتبهدلش قبلها. وهنا هسيبكم تتفرجوا على الصور وتجربوا تغيروا في كل طقم براحتكم، والنتائج واثقة انها هتعجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا من طريقتي. وبس كده نكون خلصنا فيديو النهاردة، لكن ما خلصناش فيديوهاتنا مع بعض. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد بفكرة جديدة. باي.